يعني إيه ملء الزمان؟ خليني أقول لك حاجة يمكن عمرك ما فكرت فيها بالمعنى ده قبل كده. ولا شخصية في قصة الميلاد كانت موجودة في الوقت ده صدفة، ولا واحدة. كل واحد حياته كانت مترتبة علشان يخدم لحظة واحدة في التاريخ، لحظة تجسد الله. تعال أحكي لك القصة من البداية، بس مش من ناحية التجسد، لكن من ملء الزمان اللي كان سبب في التجسد. كوباية الشاي الحلوة بتاعتك وارشم صليبك، ويلا بينا نعيش الحكاية خطوة خطوة. يلا بينا. رسول التوقيت، الملاك جبرائيل. خدت بالك إن ربنا استخدم نفس الملاك مرتين؟ مرة قبل الميلاد بقرون، والتانية قبل الميلاد بشهور. تعال نرجع بالزمن 400 سنة قبل الميلاد. نبي اسمه دانيال، شعب في السبي وأرض مكسورة، وناس بتسأل هو ربنا لسه سامع؟ في اللحظة دي يظهر ملاك، ومش أي ملاك، ده الملاك جبرائيل. جبرائيل ما كلمش دانيال عن شخصه بس، ده كلمه عن وقت وموعد محدد للميلاد. وبعد الرسالة صمت رهيب لدرجة إنه وصل ل400 سنة، لا أنبياء ولا رؤخ ولا ملايكة. والناس فاكرة إن ربنا سابهم، لكن الحقيقة ربنا ما سكتش. ربنا كان بيجهز كل شيء. وفي يوم عادي جدا، كاهن بسيط اسمه زكريا واقف بيخدم في الهيكل، ولا متوقع حاجة، وفجأة السما تتفتح تاني ببانها بعد غياب كبير. نفس الملاك اللي ظهر لدانيال، نفس الصوت، نفس السلطان. كأن ربنا بيقول اللي اتقال زمان ابتدى يحصل دلوقتي. ليه جبرائيل بالذات؟ جبرائيل اسمه معناه الله قوتي، مش ملاك حرب ولا ملاك عقاب. جبرائيل ملاك إعلان. ملء الزمان كان محتاج ملاك فاكر الوعد وشايف ساعة بساعة. اللي قال هيجي هو نفسه اللي قال حصل. الخلاصة، جبرائيل ما كانش بيعلن حدث، كان بيقفل دايرة بدأت من قرون. ويجي الدور في ملء الزمان عن الإنسانة اللي اتربت واتدربت لملء الزمان، مريم العذراء. تفتكر ربنا اختارها فجأة، ولا من وهي طفلة كان بيزرع جواها حاجة؟ السؤال الحقيقي مش ليه اختارها، لكن ازاي جهزها. مريم ما اتولدتش صدفة، الحكاية ابتدت من قبل ولادتها. أبوها يؤقيم وأمها حنة، 2 عاشوا سنين طويلة من غير أطفال، من غير شكوى، بصلاة هادية. ولما ربنا اداهم بنت قدموها لربنا. ولما دخلت الهيكل كان هدف ربنا تتدرب جواه. ومش بس كده، كمان تعيش الصلاة والصمت وتتكلم معاه. اللي يعيش في الهيكل يتعلم يسمع. علشان كده لما الملاك ظهر، مريم ما صرختش، اتفاجئت، استغربت أكيد، لكن ما خافتش، بس قالت سؤال واحد: إزاي؟ مش ليه أنا، ولا مش وقته، ولا مش هينفع. هي بس استغربت. وأخطر لحظة في قصة الميلاد مش المعجزة، لكن الجملة دي: وذا أنا أمة الرب. جملة غيرت مسار التاريخ. وده دليل إن ربنا ما دورش على رحم يتولد منه، ده دور على قلب، إنسانة مطيعة نقية، واحدة تعرف تقول نعم من غير ما تطلب شرح كل حاجة، متربية على الطاعة بس مش مكسورة. الخلاصة، مريم ما كانتش اختيار لحظة، كانت تربية سنين. نيجي للي اختار يصدق. في قصة الميلاد في راجل ما نطقش كتير، لكن كل خطوة منه كانت صلاة: يوسف النجار. يوسف كان رجل عادي جدا، لا نبي ولا كاهن ولا حتى صاحب معجزات. راجل بسيط وحياته بسيطة، بيشتغل بإيده، بيعيش كل يوم بيومه في حاله. تقدر تقول كده ما تحسش بوجوده.
الإنجيل وصفه بكلمة واحدة: كان باراً. ليه يوسف بالذات؟ البداية لما اكتشف إن مريم حامل، لا صوت عالي ولا اتهام ولا تشهير، وجعه كان بصمت، وقرر يبعد في هدوء ويسيبها تمشي من غير حتى ما يسألها ليه. وده ما كانش ضعف منه، ده كان خوف على البنت الصغيرة. ولأن قلبه نضيف، ربنا ما دخلش على يوسف بنقاش طويل، بس بحلم، لأنه مش محتاج شرح كتير، كلمتين: لا تخف أن تأخذ مريم. طبعا الخوف كان موجود، بس الطاعة كانت أقوى. خلي بالك، الطاعة هنا مش سهلة، ده لسه في نظرات وكلام ناس ومستقبل مش مضمون. يوسف حضر أصعب الأوقات، كان موجود وقت الميلاد، وقت الهروب، ووقت الخطر. طول الوقت بينفذ خطة ربنا وهو ساكت. ملء الزمان كان محتاج يوسف، راجل يسند ومش مهتم يبان. الخلاصة: يوسف ما كانش البطل اللي بيتشاف، لكن كان العمود اللي شايل العيلة في صمت. الملك هيرودس الكبير. طبعا أول ما سمعت ملك وهيرودس أكيد افتكرت الجبروت والقوة والسلطة، بس الحقيقة في قصة الميلاد هيرودس كان ولا قوي ولا حاجة، بالعكس ده كان أكتر واحد خايف. هيرودس الملك خايف؟ زي ما قلنا كان عنده سلطة وجيش ونفوذ، بس ما كانش عنده أمان. هيرودس ما كانش من نسل داود ولا حتى يهودي. هيرودس اتعين عن طريق الرومان سنة 37 قبل الميلاد، وكان ملك بس مش شرعي. كتير من اليهود مش بيعترفوا بيه، وكان عارف إن مكانه مهزوز، وده خلاه عايش طول الوقت خايف من أولاده ومن مراته ومن أقرب الناس ليه. ولما المجوس قالوا جملة بسيطة: أين هو المولود ملك اليهود؟ اترعب، مش لأن في طفل، لأ، لأن في تهديد لعرشه. والصعب إن هيرودس ما صرخش، ده ابتسم وسأل وخطط. الخوف الذكي أخطر من الغضب، وهنا اختار أسوأ حل: إنه يقتل علشان يطمن. بس للأسف الخوف بيجيب خوف، ودايرة ما بتخلصش. وبسبب هيرودس خطة الله مشيت في طريقها. المسيح هرب لأرض مصر الجميلة، كان في حماها. ملء الزمان كان محتاج هيرودس اللي حرك العالم لتكملة خطة ربنا من غير ما يحس. الخلاصة: الخوف ما يحميش، والسلطة من غير سلام عبء. ونيجي لشخصية ما سمعش عن الطفل يسوع أصلاً ولا يعرف نبوة واحدة، لكن قراره حقق النبوة. إمبراطور العالم قيصر أغسطس ما كانش ملك بلد، ده كان إمبراطور العالم، تحت حكمه روما ومصر وسوريا واليهودية ونص الأرض. كان شايف نفسه سيد الزمان. أغسطس ما كانش دموي زي هيرودس، كان هادي منظم، بيحب الأرقام، ضرائب، سجلات. العالم بالنسبة له ملف كبير. في يوم طلع قرار بسيط يكتتب كل المسكونة، قرار إداري بحت. القرار ده حرفيا حرك آلاف الناس، كل واحد يرجع بلد أصله ويسجل هناك. قيصر ما كانش يعرف ميخا ولا داود ولا بيت لحم، بس ربنا استخدم قراره عشان الطفل يسوع يروح بيت لحم، وبكده النبوة تتحقق. ملء الزمان كان محتاج قيصر اللي حرك العالم لتكملة خطة ربنا من غير ما يحس. الخلاصة: حتى قرارات البشر البعيدة عن إرادته بيستخدمها تكون لخدمة حكايته. كل شخصية شفناها ولا واحد فيهم كان زيادة. ملاك بينزل في الوقت الصح، بنت بتقول نعم وهي مش فاهمة كل حاجة، راجل يصدق حلم، إمبراطور يصدر قرار، والي ينفذ. ملء الزمان ما كانش صدفة، ملء الزمان كان ترتيب وتوقيت إلهي دقيق. ربنا ما استعجلش ولا اتأخر، ما دخلش العالم وهو مستعجل، اتولد لما العالم كان جاهز، حتى لو كان العالم وقتها مش فاهم. كل سنة والكل طيب وبخير.
مع السلامة، نتقابل في فيديو جديد وحكاية جديدة.